السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بقى بوصفة حلوة جدا. يعني زهقنا من اللحمة ومن الوصفات اللحمة، وعايزين نفصل بحاجة خفيفة كده، وحاجة تكون مفيدة وتفصل شوية. مفيش أحلى من شوربة العدس. صيف شتاء مفيش خلاف عليها، حاجة تحفة. اول حاجه هنا عندي الحله بتاعتي، حطيت فيها معلقتين زيت او معلقتين سمنه بسخنهم. وعندي هنا بطاطسايه مقطعه مكعبات، وجزرتين مكعبات، وبصلتين مكعبات زي ما انتم شايفين، كلهم مكعبات صغيره كده. بديهم تشويحه الاول في معلقه الزيت او السمنه بتاعتي كده، بطلع الزيوت العطرية وبطلع الطعم اللي في الخضار بتاعي، بيخليه حاجة تانية خالص. هنا اول ما بدأ يدبل كده نزلت عليه بقرنين فلفل حار، ده اختياري براحتك. لو عندك اطفال صغيرة او ولاد صغيرة ومش حابة بلاش. عندي هنا كوباية عدس غسلاها ومصفياها كويس جدا، هنزل بيها. كل ده بنزل بيه واحدة واحدة، بديله تشويحة. مش بزود مية خالص دلوقتي، بفضل اديله بس تشويحة كده علشان كل حاجة بقى عندي تتغلف بالزيت. هنا خلاص بنزل بطماطم مكعبات اخر حاجة خالص، مقطعة قطع صغيرة خالص. واول ما الطماطم تبدأ تدبل معايا، هنزل عليها بمية بس اغطيه. هنا خلاص نزلت عليه بمية بس اغطيه، وبهدي النار عليه تماما وبسيبه. مش غطي العدس خالص. هنا كان استوى معايا، اختبرت البصلة بتاعتي لقيتها دايبة خالص. هنا ضربته في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر في الحله اضربيه في الحله براحتك. هنا عندي معلقتين زيت، نزلت عليهم فصين 3 توم. هنا بحب التوم متقطع، مش بحبه مفروم عشان ما يضيعليش طعمه. ونزلت عليهم بمعلقه صغيره كزبره ومعلقه صغيره كمون. الكمون والكزبرة أساسي في شوربة العدس، بتخلي طعمهم في حتة تانية خالص. أديهم تشويحة مع الزيت زي نظام بحمصهم كده، علشان أطلع ريحتهم وطعمهم في العدس بتاعي. هنا بفضل أقلب وأديهم تشويحة كده مع التومة لحد التومة عندي ما تحمر واللون هيبدأ يصفر معايا، وخلاص ريحتهم تبقى ملت البيت تماما. افضل اقلب لحد ما التوم عندي يحمر خالص، والكمون والكزبره بتاعتي يتحمصوا وريحتهم تملى المكان. هنا عندي كنت خلطه العدس على جنب. لو الخليط بتاعك خلطه بيخلط ضعيف صفي كويس تمام، انا ضفته على طول ما خلط كويس. انت تحكمي في السمك بتاعك، انا السمك بتاعي كان يعني متوسط. ضفت له يعني كوبايه ميه حاجه بسيطه بس قبل ما افضيه على التوم. وحطيت بقى عندي الملح فقط، هو ملح، كمون، كزبره. في ناس بتحط فلفل اسود او بابريكا والكلام من ده، لا انا مش بحب، انا بحب اضيع طعمه. هنا عندي كان بدأ يغلي ويعمل الرغاوي دي زي ما احنا عارفين. بالراحه كده ببدأ اجمعها في مكان واحد واشيلها بالكبشه او بالسباتشولا او بالمعلقه بتاعتي، لحد ما وشه كده يبقى املس وناعم تماما. انتي تتحكمي في القوام زي ما انت عايزه. انا بحبه قوامه صراحه، يعني هو مش تقيل بس في المتوسط، مش بحبه خفيف خالص. يعني ومتاح عندك يعني تعملي لسان شوربه عدس بلسان عصفور، شوربه عدس بالشعريه. تحمري فيه بصل وترشيه على وشه، بيبقى حكاية. يعني متاح عندك كذا اوبشن، براحتك ابدعي فيه. يعني حاجة لا صيف ولا شتاء بنبطل نعملها ولا بنزهق منها. وبروتين طبيعي سبحان الله، خضروات طبيعية فيه، حلو جدا كمان للأطفال، مفيش اختلاف عليه. أتمنى إن شاء الله تجربوه. ما تنسوش اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو.